أيها الناس، إن الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا إلى الله سبحانه أول ما يسأل عنه هي العقيدة. أول ما يسأل عنه حين يوضع في قبره يسأل عن عقيدته، فإن صحت كان من أهل السعادة، وإن لم تصح كان من أهل الشقاوة. جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد وبعض أهل السنن في حديثه الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤمن وأنه يوضع في قبره، قال فيأتي ملكان. وجاء في حديث أنس يجلسانه، ونؤمن بذلك لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في قبره، فيقول له من ربك؟ فيقول ربي الله. يقول له ما دينك؟ يقول دين الإسلام. يقولان له من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا قبره من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح حسن الوجه، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح. وإن المنافق أو الفاجر يوضع في قبره فيأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ها لا أدري. وقوله ها كأنه يتذكر شيئا، سمع شيئا ولكن ما كان مصححا له في الدنيا. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لم يصحح هذه العقيدة في الله وفي نبيه وفي دينه. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا قبره من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها. ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء. ففسدت حياته في الآخرة، وكان من الأشقياء حين فسدت هذه العقيدة. يوضع في قبره فيأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول ها لا أدري. وقوله ها كأنه يتذكر شيئا، سمع شيئا ولكن ما كان مصححا له في الدنيا. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لم يصحح هذه العقيدة في الله وفي نبيه وفي دينه. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا قبره من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها. ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك السيء. ففسدت حياته في الآخرة، وكان من الأشقياء حين فسدت هذه العقيدة.